السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن برنامج قوي جدا لصناعة المونتاج من على الموبايل. برنامج سهل وبسيط، برنامج مجاني، برنامج تقدر تستخدمه في أي وقت وتعمل بيه أي حاجة أنت عايزها في أي فيديو عندك. الفيديو ده بكل بساطة وبكل سهولة هيخليك تعمل فيديو بطريقة احترافية. هيخليك عندك شوية صور تقدر تعمل لهم مونتاج، تحطهم ورا بعض وتعملهم في هيئة فيديو، تضيف عليهم موسيقى معينة انت حاببها من اغنية معينة، تتكلم عليهم بصوتك انت، تسجل كأنه تعمل ذكريات معينة للصور دي، مجموعة الصور دي. تقدر تحذف اي جزء من الفيديو، تقدر تحذف اي صور موجودة، تقدر تحذف اي جزء من الموسيقى انت مش محتاجها او اي افكت انت مش عايزه مش حابه في الفيديو. بسهولة جدا تقدر تعمل فيديو احترافي جدا 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 ومونتاج على اعلى مستوى. عشان ما اطولش عليكم، يلا نخش على الشرح على طول. ما تفوتوش اي جزء من الفيديو عشان تطلع فيديو بطريقة احترافية. بفتح جوجل بلاي وبدور على برنامج VN. ده برنامج المونتاج بتاعنا. طبعا انا هنا عندي برنامج VN نازل على الجهاز على طول، فمش هعمله انستول. انما اللي ما عندوش البرنامج دوت هيعمل الانستول عادي جدا، وبعد ما يخلص الانستول من جوجل بلاي هيدوس على اوبن. كده بيفتح معانا البرنامج. ده شكل البرنامج لما يظهر معانا. طيب البرنامج لما بيظهر معانا هنختار علامة الزائد دي، هندوس علامة الزائد هيدينا نيو بروجكت. هندوس على نيو بروجكت ونختار اي فيديو موجود عندنا عايزين نعمل له مونتاج. وليكن بس ندور على فيديو قصير، هنختار مثلا الفيديو ده وندوس علامة السهم الازرق اللي تحت دي، هيدينا بروسيسنج. هو كده بيحمل الفيديو على البرنامج عشان يبتدي يظهر عندنا عشان نبتدي نعمل له مونتاج. كده انا نزل عندي كمية صور معينة رتبتها ترتيب معين موجودين دلوقتي كفيديو في البرنامج. لو مشينا كده زي ما احنا شايفين كده، دي كمية صور ورا بعض، وطبعا دي كان نازل عليها اغنية او صوت. طيب انا هشغلها زي ما هي كده واشوف الصوت هيبقى عامل ازاي مع كمية الصور دي كفيديو. كده بوقف الفيديو، وكده انا عندي صوت وصورة. ممكن انا افصل الصوت عن الصورة. ممكن الاغنية دي مش عاجباني او عايز اغير الاغنية، بدوس في حاجة في الاختيارات تحت، بدوس عليها كده علامة ميوزك كده مكتوب عليها اكستراكت. هدوس اكستراكت ديت هيطلع لي الصوت بتاع الاغنية. طيب الصوت ده موجود في الاغنية وانا مش عايز اغيره او مش عايز اشيله. ممكن اشيله، لو شلته هيفضل موجود تحت عندي برضو. فانا بعمل حركة تانية، بدوس عليه زي ما هو كده، اقول له اكستراكت، بيظهر لي فوق، بيظهر لي العلامات اللي فوق دي كلها. العلامات اللي فوق اللي كلها فيها بدوس على فوليوم، افتح فوليوم وبقلل الصوت خالص لغاية ما الصوت يبقى زيرو معايا، وادوس له علامة صح. فكده انا هاجي اشغل الاغنية، هتيجي الاغنية شغالة، الميوزك موجودة، انما صوتها زيرو. طيب انا دلوقتي عايز اضيف بقى حاجة تانية، ميوزك تانية مختلفة عندي. فانا هاجي عند المكان اللي هبتدي عنده ميوزك وادوس بلس الميوزك اللي فوق دي، وادوس عندي ميوزك وافكت وريكورد. ريكورد ده لو انا عايز اسجل حاجة بصوتي او عايز اسجل حاجة معينة. تاني حاجة الافكت ديت لو انا في افكتات معينة بس بتبقى ثانية ثانيتين 3 ثواني، لو عايز اعمل افكت جوه فيديو حاجة بسيطة. فانا هختار الميوزك. الميوزك دي بتبقى عندي انا اصلا ميوزك في التليفون عندي، عايز اضيفها، هي دي اللي هضيفها وانزلها. فادوس على علامة الميوزك، هختار مثلا الاغنية ديت، اقول له تشوز. طبعا انا ممكن كنت عملت لها بلاي الاول، او ممكن اعمل لها بلاي من هنا لوحدها، وممكن اعمل لها بلاي جوه الفيديو. هدوس علامة صح. كده ايه، الاغنية نزلت. طب الاغنية دي نزلت والاغنية التانية مش هتشتغل لانها زيرو،
الفوليوم بتاعها زيرو، والاغنيه التانية اللي انا نزلتها هي دي اللي هت ايه هسمع صوتها. طب نسمع الفيديو كده. دلوقتي انا شغلت الفيديو مع الميوزك اللي انا اخترتها. طيب الصور دي انا في حتة معينة في الفيديو انا مش محتاجها او مش عايزها. طبعا انا لو وصلت لغاية اخر الفيديو كده هلاقي ان الميوزك نازلة مع اخر صور من الصور اللي انا نزلتها. طيب انا اي صورة هبتدي مثلا اشيلها او اقطعها هتقطع معايا من الجزء اللي فوق برضو من اخر الاغنية. لو انا شلت مثلا كده جيت هنا طبعا، بس لازم اكون معلم على الفيديو تحت اللي هو الاصفر ده دايس عليه، وهقول له في الاختيارات اللي تحت هقول له سبليت اللي هو علامة المقص دي. انا قصيت من هنا. طيب عايز اشيل جزء قد ايه؟ عايز اشيل الصورة دي كلها. طبعا انا ممكن اعمل اندو اللي هي فوق علامة السهم المعكوس، ان انا ارجع كده كده عندي القص اللي انا قصيته او اخر حاجة انا عملتها في الفيديو ضاعت. انا ممكن ارجع كذا خطوة، اي خطوات عدد خطوات انا عملته مش مشكلة. ممكن اقطع من هنا وافرجكوا اهو، اقطع بسبليت وارجع اشيل الصورة بتاعة البالون دي ولغاية هنا كده مثلا، او لغاية هنا، واعمل سبليت تاني، واجي اعلم على الجزء ده اللي هو فيه البالون ده وادوس عليه ديليت. انا كده شلتها. طيب ايه اللي حصل معايا في الاغنية؟ الاغنية برضو نزلت في الاخر، شالت اخر جزء من الاغنية. طيب نيجي عند الحتة اللي احنا قطعناها ونشوف البالون حصل فيه ايه. في جزء اتقطع من، بس كانت بعد البالون مش البالون نفسه. في صورة اللي هي الصورة اللي ايه، لو عملنا كده رجعنا باك اللي هو الجزء ده، البالون كان موجود، الجزء ده هو اللي اتشال اللي هو علامة الايه اللي هو الصورة بتاعت النيل. طيب انا هشيل صورة النيل تاني، ممكن اقول له ايه ارجع شيلها تاني بالسهم العكسي ان انا شلتها تاني. اوكي هسمعها تاني كده. كده علامة البالون صورة البالون ظهرت انما النيل ما ظهرش، وما حصلش حاجة في الصوت بتاع الأغنية نفسه. تمام، ما حصلش حاجة في الصوت بتاع الأغنية نفسه وفضلت ماشية زي ما هي لأن أنا ما قطعتش حاجة من الأغنية. طيب أنا عايز أقطع مثلا كده هنا وأديله برضه سبليت تاني، لأن أنا العلامة الزائد اللي ظهرت لي دي أنا ممكن أضيف عليها فيديو تاني في الوسط أو أضيف صورة. لو أنا دوست كده هنا في الشمال، العلامة اللي في الشمال دي إن أنا عايز أضيف، هيقول لي عايز تضيف فيديو ولا صورة ولا عايز تحط سبتايتل، تحط رقم او اسم زي الناس اللي بتحط صورة وبعديها او فيديو صغير وبعديه رقم واحد، فيديو صغير وبعدين رقم اتنين، فيديو صغير وبعدين رقم تلاتة. دي حاجات معينة مثلا افكتات معينة او كوميك معين بينزل، فالناس بتختار واحد اتنين تلاتة اربعة. دي طبعا بتحاول تخرجها من موضوع اللي هو حقوق الملكية او الحقوق الفكرية، وفي نفس الوقت بتعمل عدد مشاهد كبير، حوالي 10 مشاهد 15 مشهد كلهم كوميك مثلا بتتفرج عليهم ورا بعض. تمام. او ماتيريال اللي انت هتحط حاجه معينه انت بتكون معدها قبل كده، فبتدوس على علامه ماتيريال دي وبتنزلها. فانا مثلا هقول له عايز ادوس على فيديو فوتو، اقول له عايز انزل مثلا الفيديو ده فيديو، علامه فيديو فوق وعلامه فوتو، انا ايه واقف على فيديو فبختار فيديو، بقول علامه السهم بتظهر معايا السهم اللي هو في اليمين تحت الازرق دوت، هيعمل لي برضو بروسيسنج ويدخل تاني، هينزل لي الجزء دوت في المكان اللي انا كنت واقف عليه. هنتفرج عليه مع بعض. هرجع لكم تاني بعد ما تعمل بروسيسنج وتنزل. الجزء اللي انا نزلته طبعا من الفيديو في المكان اللي انا كنت واقف عليه نزل، فانا دلوقتي هتحرك قبلها بشوية كده بايدي. ماشي، هفضل متحرك كده لغاية ما اجيب الفيديو الاصلي اللي انا كنت مشغله في الاول، وهعمل بلاي. كده لغاية هنا الفيديو الاساسي الاصلي هو اللي موجود لغاية العلامة الزائد اللي جاية دي. طيب انا دلوقتي في الفيديو التاني ده فيه صوت،
انا عايز اشيل الصوت بتاعه، فبرضو هاجي عند الفيديو التاني الجديد اللي انا حطيته في الوسط، وبدوس العلامة اللي هي الصفرة اللي تحت دي. انا دايس على الفيديو زي ما هو، بختار كلمة extract اللي تحت دي كده، طلع لي الفيديو والصوت بتاعه الجديد. خلاص هو الفيديو تحت، الصوت بتاعه الجديد. هدوس على الصوت اللي فوق ده وادوس على فوليوم واخليه زيرو. انا كده خليته زيرو، يبقى كده هيشتغل من غير ما يظهر لي صوته. هرجع تاني سنة صغيرة كده واشغل الفيديو. كده الصوت بتاع الفيديو التاني ما ظهرش عندي برضو، وظهر عندي الموسيقى اللي انا حطيتها. طيب انا علامة الزائد دي انا ممكن اعمل فيها حاجات كتير جدا. يعني ممكن انا لما ادوس علامة زائد دي فاصل ما بين تراك وتراك تاني، ممكن ادوس عليها كده بيديني افكتات كتير جدا. انا ممكن اقول له نون، يعني ما يدينيش اي افكت، او بلاك كده كده، او كده. وفي علامة الزوم، وممكن اتحكم. خلينا في علامة الزوم كده، انا خليتني في علامة الزوم. طيب انا هضيف الوقت بتاع الزوم، يعمل زوم في خلال قد ايه. برضو هفضل هدوس عليها تاني. انا ضفت وقت اطول شوية للزوم، ودوست علامة صح اللي تحت. ارجع تاني سنة صغيرة كده اسمع الفيديو. تمام، شفت افكت حصل دلوقتي. الزوم ده ممكن انا اغير فيه، بدل ما يبقى زوم تمام. في كمية افكتات كتير جدا، وزي ما احنا شايفين كل ده مجاني، مفيش اي حاجة هندفع فيها فلوس، والبرنامج كله من اوله لاخره مجاني. طيب انا عايز اضيف حاجة مثلا في اول الفيديو. اجي عند اول الفيديو هنا، وعايز اقول له اعمل لي دخلة او حركة وانت داخل الفيديو، زي الحركة بتاعت مثلا هندوس على اف اكس. اف اكس دي هتخليني اختار مثلا هنا الدخلة بتاعتي كده، او الدخلة بتاعتي كده، وفي الاخر بقول له علامة الصح دي. فكده هتفرج على البداية كده بتاعت الفيديو. شفتوا الدخلة؟ طيب انا دلوقتي عايز اخلي اكبر المساحة مثلا بتاعت الصورة دي. الصورة دي عايز الصورتين دول او الفيديو الصغير اللي انا قطعته ده عايزه يبقى اكبر من كده. انا مجرد بفتح بايدي الوقت. يعني مثلا اقول له ايه، عايز اقول له تريم. شايف علامة التريم اللي تحت دي؟ بدوس علامة تريم كده، هو بيقول لي دي 18 ثانية. الحتة دي كلها عبارة عن 18 ثانية. طب انا عايز اخليها 7 ثواني بس. ادوس له اوكي، هشوفها كده. كده بقت 7 ثواني بالظبط، ما بقتش المسافة اللي هي كانت 19 ثانية. طيب انا عايز الفيديو يبقى كبير شوية عشان اعرف اقطع حاجات معينة. ما يعني صورة معينة او حاجة معينة او افكت معين عايز اقطعه. فطبعا لما يكون الفيديو مصغره كده، هصغره بايدي خالص كده بصوابع الاتنين كده. طيب الفيديو كله عبارة عن بعضه، كله على بعضه اهو. طيب انا عايز افتح الفيديو بقى، لان فيه حاجات صغيرة، تفاصيل صغيرة عايز اقطعها. طيب افتح بصباعي الاتنين كده، افضل افتح لغاية ما يجيب الاخر بتاعه خالص، لغاية ما يقف معايا وما يدينيش اي جديد. اخر حاجة انا خلاص تقريبا خلصت الفيديو. طيب انا عايز اعمل ايه؟ طبعا الزراير اللي فوق دي كلها عبارة عن سبليت لو انت عايز تقطع
دوبليكيت لو انت عايز تعمل الموسيقى مرة تانية وتحركها بصباعك فوق، طبعا هتجي تظهر لك فوق، طبعا انت ممكن تحركها يمين او شمال في المكان اللي انت عايزه بالظبط. ديليت لو انت عايز تمسحها. ريبليس لو انت عايز تغير مكانها لمكان تاني. طيب انا عجبني خلاص الفيديو كده، خلاص تمام، وعايز بقى خلاص اوكي، اسيفه على كده وخلاص يبقى موجود عندي، وبرده بصفة مجانية، وممكن اشيره في اي مكان واشيره في اي حاجة. في علامة الزرقاء اللي فوق ديت اللي هي تصدير، بدوس له علامة زائد، بيبتدي يعمل لي اكسبورتنج الفيديو. هو كده خلاص بيسجل الفيديو عنده. هرجع لكم تاني لما يخلص تسجيل الفيديو. طبعا انا بعد ما عملت الاكسبورت خلاص الفيديو وسيفته، هو هيظهر لي في الشكل دوت. احط له اي تايتل، اكتب مثلا تجربة، الديسكريبشن بتاعي تجربة واحد. تمام، بس سيف تو البوم. في اي وقت انا عايز اعمل تعديل على الفيديو، عايز اشيره، عايز هو خلاص موجود عندي في التليفون، عايز اعمل فيه اي حاجة هو موجود عندي. في نهاية الفيديو ارجو اكون ان شاء الله باذن الله ربنا وفقني ان انا اشرح لكم برنامج الفي ان. البرنامج ده قوي جدا جدا جدا، من اقوى البرامج الموجودة في برامج المونتاج السهلة البسيطة اللي فيها كل حاجة تقريبا انا محتاجها، وفي نفس الوقت كلها مجانية. ومش هحتاج اشتري حاجة، ولا محتاج اشترك في حاجة، ولا محتاج اعمل حاجة. وهيديني نتائج مذهلة الصراحة، سواء على السوشيال ميديا او سواء ان انا عايز اعمل فيديو شخصي ليا، او اغير في فيديو معين انا حابه، مثلا عايز احط عليه موسيقى او اي صور انا عندي عايز اعمل لها اديت بطريقة معينة. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك، وطبعا الاشتراك في القناة طبعا، وتفعيل زر الجرس عشان لو في برامج تانية ان شاء الله بإذن الله هننزلها تخص المونتاج او تخص اليوتيوب، ان شاء الله توصلكم بإذن الله. شكرا ليكم جدا.